ميراث الحسن الثاني في قلوب المغاربة. يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء لمسيرة التحرير، وهي ذكرى غالية من صفحات تاريخ ذهبي سطر فيها 350 ألف مغربي لبوا فيها نداء الحسن الثاني، ملحمة وطنية رواها الأجداد للأحفاد. بفلسفة السلم نفسها وبروح قصم المسيرة الخضراء الذي خطه الملك الراحل الحسن الثاني، نكمل مسلسل المسيرة للدفاع عن كل حبة من رمال الصحراء بعزيمة أكثر من 36 مليون فدائي مغربي. 6 نوفمبر ليس مجرد تاريخ عادي أو عطلة رسمية، بل هو عيد من أسمى الأعياد الوطنية، عيد تحرير وحكاية 350 ألف قلب مغربي كان يخفق مع الأعلام الوطنية المرفوعة والمصاحف المحمولة. حكاية تستحق أن تروى من جيل لجيل، وميراث يتقاسمه كل مواطن تجري فيه روح الهوية المغربية. نحتفل في هذا التاريخ بمسلسل المسيرة الخضراء، وهو أصله كفاح وتنمية وشتلات زرعها المرحوم الحسن الثاني، وها هي تنمو في عهد الملك محمد السادس، وتكبر المنابت العمرانية لتطفو المدن المتحركة على الرمال التي وطئها 350 ألف مغربي بأقدام الأوتاد غرسوها في كتبان مقفرة. من يزور أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب المحررة سواعد المغاربة يذكر أن كل حبة من رمال هذه الأقاليم سقيت بالدماء. نستحضر ملحمة المسيرة الخضراء، ونستحضر معها عنوان التاريخ وبريق الذكرى، وصوت الحسن ينادي عيون عينية والساقية الحمرانية ورصيف الشاحنات ومشاهد الأعلام الحمراء المهيبة. نستحضر نفير الحسن الثاني وهو يدق طبول حرب بلا سلاح، ويدجج 350 ألف مغربي بالمصاحف والأعلام والأهازيج الوطنية، مشاهد تؤرخ لمسيرة استكمال الوحدة الترابية للمغرب. انتصر فيها السلم على الحرب، انتصرت فيها الوطنية على العدوان.
حينما قررنا أن نظهر للعالم المحبين منهم الخصوم أننا شعب يمكن أن ننطلق، بل في إمكاننا أن نقف ونتروى ونحكم العقل ونحكم المنطق. كانت تلك المسيرة الخضراء السلمية البشرية الإنسانية التي دلت هي بدورها على مدى تعلقك بحضارتك وبالقيم الروحية التي جعلت منك عبر التاريخ ذلك الشعب المهاب الجوانب المحترمة.